ولا ميساج من شي حد باش تهرب من هاد الإحساس الوحدانية اللي كتحس بيه في دماغك وفي قلبك كذلك. من هادشي كامل كنفهمو بلي الوحدانية شعور تقد تعيشو واخا انت في وسط ناس دايرين بيك. أيضا كاينين الناس كيحبوا العزلة ومنهم أنا، رغم أني كنحس بالمتعة فيها وكنولي إنسان نشيط فكريا في هاد اللحظات. فراه الرغبة في أننا نتقاسمو هاد الأفكار وهاد الشعور مع ناس كتفهمنا كيخليك تحس بداك الشعور بالوحدة، خصوصا فاش ما كتلقاش داك الشخص، أو أنك مريتي بواحد المحيط اللي اعتزلتيه. يقدروا يكونوا أصدقاء جمعتكم غير البلية أو جلسة في قهوة، ولكن فكريا ديما كنتي حاس براسك شخص غريب على دوك الصحاب. ولا شي مرات كتكون في نهاية العلاقة عاطفية، وهادشي نورمال يخلي هاد الإحساس هو اللي يعمر داك الفراغ اللي خلى داك الشخص. وغالبا الدماغ ديالك كيلومك باش ترجع لدوك الصحاب ولا ديك العلاقة، ويحملك المسؤولية باش يهرب من هاد الإحساس. لكن المنطق ديالك والفكر السليم عارف باللي خديتي القرار الصحيح. زيد حتى الخوف من انك تبقى وحيد ولا تجرب علاقات جداد ويفشلوا كيزيدوا يكبروا هذا الاحساس بالوحدانيه نهار على نهار. تخيل معايا راسك في شي بيت مظلم وكبير، وانت وسطو ما عارف حتى الحيوط فين جاو، وحيت ما قادر لا تزيد لا ترجع، كتسنى غا داك الشخص اللي يحل الباب عليك، وتشوف داك الضو اللي يقدر يضوي لك طريقك باش تخرج الحياه مليئه بالالوان. هاد الاحساس نفسه فاش كتفيق الصباح وكتهز التليفون بدون شعور، تشوف واش وصلك شي ميساج ولا نوتيفيكاسيون شي واحد مهتم بيك، وبمجرد ما كتلقى والو كتحس بواحد الخيبة الامل انت براسك ما متيقهاش. الانسان اجتماعي بطبعه من منين بدات الحياة على هاد الارض، ومن بين الاحتياجات اللي ذكرها ماسلو في هرم الاحتياجات الانسان وهي الرغبة الاجتماعية، وكتجي في المرتبة الثالثة من اصل 6 الرتب، وهادشي من الاهمية ديالها في حياتنا. الوحدانية قدرت تخليك ما بغيش تنعس واخا حاس بعيا كبير، والنعاس الرغبة بالنسبة لي قادر يدير لك بوز من هذا الإحساس على الأقل واحد 7 سوايع من أصل 24. عارف شي مرات نشوى في النعاس تقدر تخليك ما كارهش تبقى غير ناعس في هاد اللحظات حتى تنوض باري من هذا الإحساس. أما الفياق في النهار عارفو نتا ما فيه والو كيولي صعيب أكثر من الأيام اللي كنتي خدام ولا قاري فيهم، وكنتي كتسنى داك النهار الراحة بفارغ الصبر. كنتي كتسناه، ولكن فجأة ولا كيبان لك بحال المرايا اللي كتوريك لي سيكاتريس بكل وضوح اللي كتخبي بلي فلتر في لي ريزو سوسيو. غير هو هنا المسألة بينك وبين راسك. عارف انت في داك النهار اكثر حاجة لشي شخص يواسيك فيه، ولكن ما يكونش اي واحد، حيت كاينين الناس فعلا في حياتك وجودهم في حياتنا غير جسد. كتشد عليه تسكرولي شوية، تفرج في دي ميمز ولا دي ستوري، وكاين اللي كيمشي بعيد كيولي مقاتل في لي كومونتير على فكره غا باش يهرب من هذا الاحساس. وهذا الشيء غا اساليب كيبانوا لك في ديك اللحظه باش توضع بهم حد لهاد الافكار اللي كتجيك. كتقول باللي ما محتاج حتى واحد، ولكن خاطرك الداخل كيقول هضره تانية انت باغي تهرب منها. تفوق جاتني عاوتاني خاصني نوض نخدم، وانا الداخل ديالي مازال ما تشارج من بعد ليله كامله في السهير بسكرولينغ بلا حتى شي فايده. فايق بزاف حيت محتاج فلوس، ولا غادي تقرا حيت والدي كيبرزطوك على داك الغياب. حتى الراحه اللي باغي ما غتعيشهاش. كتنوض تمشي فوق طاقتك وراسم ضحكه في وجهك، خاطرك ما مطوعهاش. احساس بالوحده احساس كيحس به لا اللي عنده فلوس ولا اللي ما عندوش، غا هو الفرق هنا. تاني عنده بزاف ديال لي شوا يهرب بيهم من هذا الاحساس، والاول مازال واحد غا معي سيرفايفي نهار اخر بلا ما يحتاج حتى واحد ماديا. غا هو كل حاجه والسلبيات ديالها، حيت فاش كتكون حاس بالوحدانيه وفي نفس الوقت قاد تطبق اي فكره جاتك في راسك، كون اكيد بزاف د الحوايج ديرهم تندم عليهم من بعد. غا انت هنا كتصون راسك بين ما الاول قاد يبيع راسو باش يحقق رغبات بساط. تقد تلقى راسك جار وحده مش قدره وعامره صباغه كالكلول، واخا هكا كتجاملها غا باش راك فهمتي. ولا جالس مع واحد كتضحك على نكات الحامضه وكتسنى بفارغ الصبر يقولك هاك شعل، ولا شد قهوه على حسابي. ولكن هنايا اليوم غنوضعو حد لهاد الاحساس. اليوم غنرسم له طابلو باش الا شفتو مره اخرى نعرفو في وجهه. نعرف نستعمل الميزان اللي كيعجبني واللي عجبكم في حلقات قبل، نوازن الالام د هاد الاحساس واللي الام كل نهار حيت هارب منه مع الشخص الغلط. الشخص اللي مور ما عرفك فيك شويه ديال الجوع العاطفي شبعولك مره واحده، موراها بدا يقطرولك باش تدمن عليه ويلعب بيك كيبغى، يسلبك قيمتك يسلبك راسك.
يسلبك حتى ناسك اللي كنتي كتعاشر وكينقصوا عليك حتى هما شويه من هذا الاحساس، منهم العائله ومنهم الصحاب. ايضا القرب ديالك من الدين كيسطريق على هذا الاحساس، وهنا ما كندويش على الدين اللي كدير بالحركات، بل الدين اللي كيخرج من القلب كيخليك ديما تحس باللي كاين الله ديما جنبك كيدبر الامور ديالك، وعلاقتك به مبنيه لا على مصلحه لا على تلاعب عاطفي. غير شويه د الخشوع، وشي مرات كتحس بداك القران دار باش يواسيك وماشي باش يسجنك. كنقصد تسمع لغه بزز باش تسمى سمعتيلو. زيد عليها حاجه كانت من ديما هي اللي جنبي وجنب بزاف بحالي، اللي هي الموهبه. كاينين الناس عارفين كنت كنرابي في صغري، مي تا واحد ما عارف علاش. عجباتهم الجرأة وضحكاتهم مواقف، ولكن تا واحد ما فكر علاش تلاحيت في ديك الطريق عارفة دابا حرام، ولكن كون ما كانتش هي ما كنتيش تسمع هضرتي كاع اليوم، وما كنتيش تشوف هاد بزاف د الجرأة اللي كتبان ليك واخا انا كتجيني قليلة بالنسبة للطموح ديالي. واهم حاجة كنسكت بيها وبهذا الشيء، داك الفراغ اللي خلاوه اقرب الناس عند الطفل يلاه كيكبر. تلميح كافي باش يدوي بلاصتي، وإلا ما وضحت لك شي صورة عاود سمعها وخدم ليماجيناسيون ديالك شوية تفهم البلان. واخا هكاك كان هاد الاحساس كل مره كنسالي علاقه يا صداقه يا عاطفيه كيولي كبر من المنطق ديالي اللي مبني على العزله من الاول. والسلاح اللي كنت كنحاربو به كل مره هو المعرفه ديالي بهذا الاحساس. عمري كدبت على راسي باش نبان قوي، ولا نتخبى في افكار تانية باش نهرب من هذا الاحساس. وعارف شحال ما عاش معايا يمشي شي نهار بلا ما نحس به، وليت كنعيشو ونتسنى الفرج بوحدو يجي. من اليوم ما غنخليش يلبس القناع باش يجرني للطريق. بدون هذا الاحساس عمري كنت نكون فيها طريق شبعانه ظلام كتجرنا الموضوع الجاي اللي هو الاكتئاب.